ازاي قدرت اعمل الرقم ده وانا عندي 19 سنة بس ومن مهارة واحدة؟ انا اتكلمت الموضوع بدأ ازاي معايا في البداية على اول فيديو ليه على القناة، لو حابب ارجع اتفرج عليه. وموضوع الحلقة النهاردة ازاي اصلا انك تقدر تجيب عملاء وتوصل للرقم ده واعلى من كده كمان. وانا كنت اتكلمت في الموضوع ده برضه، لكن برضه في ناس بتقول احنا مش فاهمين او احنا دي حاجات اساسيات عاوزين، يعني احنا عاوزين حاجات اعمق من كده. فحط اللايك بتاعك وتسبسكرايب لان احنا بقالنا فترة غايبين، فالقناة الريتش بتاعها نزل شوية. فيعني ايه، عاوزين نزق زقة كده. اول حاجة وخدها قاعدة معاك، العملاء ما بيجوش غير من 3 حاجات ملهمش رابع. اول حاجة السوشيال ميديا، ودي متفرعة طبعا لعدة منصات. تاني حاجة مواقع الفريلانس زي اب وورك وزي فريلانسر دوت كوم، وعندك خمسات ومستقل ونفذ له وغيره وغيره وغيره. وتالت حاجة هي من الدايرة اللي حواليك. وطبعا انت هتيجي تقول لي انا عملت ده كله وما نفعش برضه. اقول لك انا عملت ده ونافع وغيري عمل ده ونافع، وكل اللي موجودين دلوقتي على الساحة في الفريلانس عملوا ده ونفع. اشمعنى انت؟ ممكن تكون انت عملت الموضوع ايوه وفشلت ايوه، بس انت عملت الموضوع غلط. ممكن تكون رحت لواحد ولا اتنين ورفضوا، فرحت تقول بقى خلاص كله بقى مش هينفع والموضوع اصلا مش هيمشي والدنيا بايظه معايا والحكايه والروايه. ممكن تكون عملت كده. طب ما تشوف غيره وشوف غيره. ممكن تكون انت اصلا طريقه الكلام مش متقنها، او طريقه الالقاء، او انك مثلا طريقه التقديم بتاع شغلك او البورتفوليو بتاعك وحش. شوف هتلاقي اسباب كتير، واهم حاجتين في دول هو البورتفوليو بتاعك هو اللي هيسوق لك ويسوق لشغلك. تاني حاجة لو انت بتتكلم مع اللي قدامك. تاني حاجة الإلقاء. والأول لو انت بتكتب، الصيغة بتاعت الكلام اللي انت بتكتبها وطريقة التقديم. اتقنت الحاجتين دول اضمن لك يعني انك اي عميل هتكلمه هيوافق بنسبة 80%. لو انت مش متقن الحاجتين دول يعني نسبة 5% 1% ممكن يوافق بالكتير يعني، وترجع تقول برضو الموضوع مش ماشي ومعرفش ايه. يا عم بس انت شوف المشاكل اللي عندك وابدا صلحها بعد كده وابقى اتكلم. يا اخي في ناس بتبعت لي وتقول لي انا ما عرفتش اجيب عملاء، عملت كل حاجه وما عرفتش اجيب عملاء. طب فانا بقول له ابعت لي طيب البورتفوليو بتاعك كده اشوف. يعني شوف انت الناس اللي بتكتب انا مصمم جورافيك بيجيبها بالواو كده، نفس الموضوع فاهمني. فما تستغربش لما يقعد بالسنة ولا سنتين ما يعرفش يجيب عميل. وطبعا انا يعني ما بعيبش على حد ولا بعيب على الناس ديت. اتعلم الاول وبعد كده ابقى ادخل في السوق. ما تبوظش سمعتك في الاول، انت لسه بادئ. اتعلم وجرب وجرب على كذا حاجة، وجرب على يعني اعمل حاجات فري، مش هتخسر حاجة. اعمل فري عشان تتعلم، عشان لما تغلط ما يجيش يقولك انت ما مالكش فيها. لا انت عامل له مجاني بتتعلم، فمش عيب ولا حاجة. انما تروح تبدأ وتشتغل وتعمل شغل والشغل ما يعجبش اي حد وترجع تقول انا ما عرفتش اشتغل مع حد وما عرفتش اجيب عملاء، يبقى المشكلة مش عندي، المشكلة عندك انت. وكمان بيحصل عكس، يعني في ناس بتبعت لي بتقول لي انا عملت واحد اتنين تلاتة باللي انت قلت عليه وفعلا عرفت اجيب عملاء. ليه؟ لان عنده اول حاجة البورتفوليو بتاعه كويس جدا بيعرف يسوق ليه. تاني حاجة عنده طريقة الإلقاء لو بيتكلم، وطريقة الصياغة بتاعت الكلام بتاعته لو بيكتب محسنهم، وعنده ما شاء الله فبيعرف يجيب عملاء. إنما واحد الحاجتين دولت عنده معدومين أو متوسط حتى، المتوسط ده ممكن يجيب عملاء بنسبة 50%. إنما التاني اللي مش عارف أي حاجة وبتاع وداخل كده السوق بدماغه وعاوز يجيب عملاء وبتاع، ويرجع يقول لي أنا معرفتش أجيبه وأنا معرفش إيه وفاشل وبتاع. والله انت اتعلم والله وهتعرف تعمل كل حاجة. والله السوق مليان عملاء، والعملاء بتدور، والله العملاء بتدور على فريلانسرز يشتغلوا لها، والله ما بيلاقوا. يعني في يبقى عامل في دماغه كده حد معين من مستوى احترافي معين ما بيلاقوهوش. فانت ابدأ اتعلم وبعد كده تعالى اتكلم. حلو والله. فخلينا نتكلم في اول حاجة من صلب الموضوع. ازاي نقدر نجيب عملاء من ال3 حاجات؟ نعمل ايه في ال3 حاجات دولت عشان نجيب عملاء؟ انا بس هخصص فقرة للميديا باينج. طيب انت كواحد ميديا باينج وعندك مهارة انك تقدر تعمل اعلانات ممولة، تمام؟ انت البورتفوليو بتاعك هو النتائج بتاعتك وانت بتعرف تعمل اعلانات ممولة. فتيجي تقول انا مش عارف اجيب عملاء، طب ما انت ميديا باينج.
انت لو معاك مثلا 500 جنيه او ميزانيه زي كده في قرابه الفلوس ديت، ممكن حضرتك تروح تعمل اعلان ممول على الفيسبوك او الانستجرام او حتى التيك توك، وتحط فيه نتائجك، وانت كده كده بتعرف تعمل اعلانات، مش هتضطر انك تجيب واحد يعمل لك اعلان. تمام، عشان انت ممكن تقول لك، ممكن واحد تاني يقول لي انا ممكن اجيب واحد اروح اجيب واحد يعمل لي اعلان وياخد مني فلوس وما اعرفش ايه. صلي على النبي، انت واحد ميديا باينج دلوقتي، تقدر انت تعمل اعلان بنفسك مش تجيب حد. 500 جنيه اعمل اعلان وحط نتائجك واعمل الاستهدافات بتاعتك، وانت فاهم طبعا انا بتكلم في ايه. وهيجي لك عملاء كتير، مش ليه مش هيجي لك عملاء طالما النتائج بتاعتك حلوه، اصل النتائج ديت هي البورتفوليو بتاعك. تمام. وطريقه الكلام بتاعتك، صيغه الكلام، ممكن تدخل على شات جي بي تي ويكتب لك صيغه كلام عادي جدا يعني، وتبدا تعمل اعلان ممول ده، وعلى حسب احترافيتك بقى في الوصول للناس، وهيجي لك عملاء سهله جدا. يعني انت بيتهيألي الميديا باينج ده اسهل واحد يقدر يجيب عملاء. يعني كده الميديا باينج خلصنا منه، يعني كنت عاوز اوصل له بس الفكره ديت. تاني حاجه برضو الجرافيك ديزاينر او حتى المبرمج برضو تعرف تعمل اعلان ممول. انا دلوقتي مش بقولك هي ديت بس الطريقه انك تجيب بيها عملاء، لا، انا بس بتكلم كده في البدايه باسهل حاجه. تمام. ممكن حد يقول لي لا دي صعبه عشان هدفع فلوس. طب ما انت بص، لازم تستثمر في نفسك، لازم تخسر حاجة عشان تكسب أضعاف الحاجة ديت. تمام. يعني لو انت ما كنتش جبت لابتوب مثلا، اديك مثلا ممكن تكون خسرت لك 20 30 الف جنيه، او في ناس بتجيب بال50 الف. انا اعرف والله واحد جايب ب90 الف جنيه لابتوب. هو لو ما كانش، لو انت ما كنتش خسرت ال20 الف جنيه دولت، ما كنتش عارف تشتغل، ما كنتش عارف تطلع فلوس. فاهمني؟ فلو انت مثلا ديزاينر او مبرمج او ايا كان مهارتك، تمام، ومعاك 1000 جنيه ميزانية، تقدر تجيب ميديا بايك، تمام، اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الفيديو، وتجيب الميديا بايك ده وتخليه يعمل لك اعلان، تديه مثلا يعمل لك اعلان ب 700 جنيه وياخد هو 300 جنيه. ولو انت مثلا هتعمل الهوية البصرية، انت كمصمم جرافيك هتعمل الهوية البصرية بكام؟ ب 5000. يا عم ماشي، ب 5000، شوف انت دفعت كام وكسبت كام. وانت من الاعلان مش هيجي لك واحد بس يديك 5000، لا، ممكن يجي لك خمسة، ممكن يجي لك خمسة. فاهمني؟ اديك كسبت 25000 جنيه من ايه؟ من 1000 جنيه واحدة بس خسرتها. فلو نفهم ونشغل دماغنا ونعرف ازاي، اصل ربنا خلى الدماغ دي عندنا ليه؟ عشان نفكر، مش عشان نركنها ونشتغل بدماغ غيرنا. لا، انت معاك دماغك، فكر وابدأ ركز في اي حل، حتى اي حل. ابدأ فكر في حل واتنين وتلاتة وعشرة وجرب. ما اصل احنا لو خفنا من المجازفة، خوفنا من التجربة لا تفشل، والله ما هنعمل أي حاجة في حياتنا. فاهمني؟ فنفس الموضوع ده تطبقه على أي مهارة. معلش اخسر لك 1000 جنيه، يا عم لو حتى 2000 جنيه، تمام، واعمل إعلان بشكل كويس واصرف عليه شوية، والله هيجيلك أضعاف الفلوس اللي انت دفعتها ديت بكتير. والله هترجع تقول لي يعني جزاك الله خير. فابدأوا شغلوا دماغكم بالله عليكم. طيب ادي كده احنا عرفنا ازاي نجيب عملاء من عن طريق الايه، تشغيل الدماغ، وعن طريق الاعلانات الممولة، ودي طبعا فرع من السوشيال ميديا، يعني ما خرجناش بره ال3 حاجات. طيب نجيب عملاء ازاي؟ عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق اي سوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، تيك توك، طب من غير اعلانات ممولة. طيب عشان بس نفهم ان اي شركة او اي حاجة بيزنس بيبقى ليه اكونت على السوشيال ميديا او ليه موقع. تمام. فانت كواحد جرافيك ديزاينر، او كواحد ميديا باينج، او كواحد ويب ديفلوبر، او انت مثلا مبرمج، ايا كان مهارتك، كوبي رايتر، تمام، اي بيزنس اي دلوقتي شركة بتحتاج مين؟ بتحتاج الفريلانسر دول اللي انا اتكلمت عليهم. طيب هتعمل ايه؟ انت تدخل على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، يعني مثلا، تمام، تدخل تبحث شركات مقاولات، اي حاجه. شركات المقاولات دي بتحتاج ايه؟ اي شركه عامه بتحتاج بورتفوليو، بتحتاج براند، تعمل لها اللوجو، تعمل معرفش ايه. في شركات بتبقى لسه ناشئه، يعني ممكن تكتب جروبات مثلا شركات ناشئه، عقارات، شركات عقارات، شركات جديده. والله هتلاقي جروبات كتير جدا يعني، والناس ديت فعلا بتبقى لسه شركاتها جديده وداخله عشان تاخد خبرات من غيرها وبتاع. فانت ممكن تدخل وتكتب انا ممكن اعمل واحد اتنين تلاته للشركات الجديده وتعمل خصم. ممكن تدخل على شات جي بي تي وتقول له انا مهارتي جرافيك ديزاين مثلا،
وعاوز اكتب صيغة لشركات كذا كذا، شركات عقارات على سبيل المثال، وادي السعر هو تحطه بتاع، هيكتب لك صيغة حلوة جدا، خدها كوبي بيست. مش خسرت، ما خسرتش حاجة والله. تمام. وشوف بقى، ادخل في كذا جروب وابدأ اعمل ايه الحركة ديت من على شات جي بي تي، واعمل اعمل كوبي بيست وبس يعني. وقيس الموضوع ده على اي مهارة يعني، واي بتاع. ممكن تدخل مثلا يعني في مطاعم بتحتاج انها تحط الاشكال، الحاجات بتاعتها على السوشيال ميديا. ممكن تدخل وتعمل وتقول انا بقدم مهارة الجرافيك ديزاين، وممكن اعمل لكم البوستات بتاعتكم، اصممها لكم. تمام. اي شركة واي حاجة بتحتاج جرافيك ديزاينر، بتحتاج ويب ديفلوبر، بتحتاج لو هي طبعا عاوز تعمل موقع بتحتاج ويب ديفلوبر، بتحتاج كوبي رايتر عشان يكتب الكوبي رايتنج، عشان يكتب البوستات بتاعتها، بتحتاج ميديا باينج عشان يسوق ليها. فاهمني؟ فوالله السوق فيه نقص، والله العظيم في ناس كتير محتاجة ومش لاقية، في عملاء كتير محتاجة ومش لاقية. وفي حركة كده، لو انت عاوز تستهدف العملاء الأجانب اللي بره، ممكن تدخل في جروبات أجنبية أصلا، في أمريكا بقى، في أوروبا، في أيا كان. ممكن تستهدف الجروبات الأجنبية ديت وتبدأ تعمل بوست باللغة الإنجليزية، تترجم وتحط أسعارك وكل حاجة. وممكن يجيلك، أنا بعمل كده، وممكن يجيلك عملاء من بره عادي وبيدفعوا آلافات الدولارات على فكرة يعني بدل ما أنت تدخل تكتب على الفيسبوك جرافيك ديزاين، وتدخل في كل الجروبات بتاعة الجرافيك ديت. طبعا تكتب بالعربي فيجيلك جروبات بالعربي. ممكن تكتب بالإنجليزي جرافيك ديزاين مثلا يونايتد ستيتس. تمام. ممكن يجيلك لا مش ممكن، هو أكيد هيجيلك الجروبات بتاعة أمريكا كلها جرافيك ديزاين، هتبدأ تدخل فيها. مثلا ألمانيا جرافيك ديزاين، جيرماني مثلا، هيجيلك كل الحاجات دي، كل الجروبات دي، وتبدأ تدخل فيها وتعمل بوست باللغة الألمانية أو أيا كان باللغة الإنجليزية عادي يعني، وهيجيلك والله. بس هو ممكن في البداية مثلا تعصلك معاك، ممكن تقعد أسبوع أسبوعين مفيش، فاهم؟ لكن بعد كده والله هيجيلك ناس، انت ممكن في ناس كتير هترفضها كمان، بس لازم يكون البورتفوليو بتاعك كويس، وطريقة الإلقاء أو طريقة الكتابة عندك كويسة، غير كده أنت مش هتجيب ولا عميل. وبمناسبة البورتفوليو، في كده عميل كلمني والله من دبي. تمام. فقال لي احنا في كذا حد دخل كلمنا جرافيك ديزاينر وورانا البورتفوليو بتاعه، يعني قال لي ناس كتير. تمام. ومش عجبنا شغلهم، مش لقيناهم هم المناسبين طبعا، مع كل احترامي الكامل ليهم، وممكن يكون في حد منهم بيتفرج عليا دلوقتي، شغلهم مش لقيناه مناسب لينا. انا بقى يعني، واعوذ بالله من كلمة انا طبعا ما جيتش في نفسي ولا بقول انا كويس ولا بتاع، انا اقل واحد فيكو والله وربنا يشهد. تمام. هو اللي جالي ودخل عندي في الصفحة بتاعتي، ودخل على البورتفوليو بتاعي، ودخل كلمني. قال لي في ناس كتير دخلت كلمتني ووريتني البورتفوليو بتاعهم، مفيش ولا واحد فيهم هيناسب شغلنا وبتاع. فانا لما بصيت على البورتفوليو بتاعك، يعني لقيتك انت الشخص اللي اللي قابلته فعلا هو هينفع يعمل شغلنا وهيناسبنا، وبقاله شهرين شغال معايا والحمد لله ومستمرين وبقينا اصحاب دلوقتي، وممكن يكون هو بيتفرج عليا كمان. فلازم تهتم بالبورتفوليو بنسبة 80% أو 85% من اهتمامك في المجال، البورتفوليو ثم البورتفوليو ثم البورتفوليو. فمعلش يعني انا اسف، لان في ناس كتير هتدخل تكلمني تقول لي دي اساسيات، وطبعا كلنا عارفين ده. معلش يعني اتحمل شويه، ادخل كده بس على البورتفوليو بتاعك وشوف، هل انت الشغل ده، لو انت العميل تمام، وجالك واحد جرافيك ديزاينر او ايا كان انت شغلانتك ايه، تمام، وعرض عليك الشغل ده اللي هو بتاعك، هل هيعجبك؟ هل انت هترضى تشتغل معاه ولا لا؟ لقيت انت الموضوع يعني محتاج تطوير شوية، ابدأ اشتغل لحد ما انت ترضى. وبص يعني، وبص على شغلك ده، مش تميل لنفسك لا ده شغل ازاي ما يعجبنيش، لا طبعا لازم يعجبني ده شغل. لا معلش، تحيز شوية، تحيد شوية، خليك محايد شوية في الموضوع ده بالذات يعني. واعرف هل الشغل ده هيعجبك، انت ضميرك هيبقى مرتاح وانت بتتفرج عليه ولا لا. ومش انت بس، كمان يعني اعرضه على كذا حد، معلش يعني
ممكن تدخل تكلمنا على الانستجرام، تمام، وتوريني البورتفوليو بتاعك، وانا ساعتها هقول لك ايوه انت كده فعلا تمام، تمام، ولا محتاج تتطور شويه. ومعلش لو كان الموضوع تقيل عليك يعني، بس ده كله لمصلحتك والله. والانستجرام بتاعي في الوصف، في وصف الفيديو ده، وهتلاقيه في البايو برضو بتاع القناه، لو انت عاوز تبعت لي شغلك، تمام. وهقول لك يعني، هقول لك كويس ولا لا، ويعني هرد عليك عادي جدا يعني. وعندك بقى تاني طريقة، وهي المواقع بتاعت الفريلانسر. عندك ابورك، طبعا لازم يكون معاك لغة لو هتشتغل على موقع اجنبي. ليه؟ لان العميل هيدخل يكلمك باللغة الانجليزية، في عملاء معلش يعني، هي ممكن تبقى رخامة شوية، بس دي طبعا ايه، من حقهم، تمام. في عملاء بتحتاج تتكلم معاك صوت، طبعا على معظمهم على مواقع ابورك وفريلانسر دوت كوم وفايفر. بيطلب منك عاوزين نحجز ميتنج مع بعض عشان اعرفك تفاصيل الشغل وتعرفني الدنيا ماشيه ازاي. فلازم هيكلمك بالانجليزي، فلازم يبقى معاك لغه. طب لو انت ما معكش لغه، تمام، في عندك مواقع عربيه خمسات، وعندك مستقل، وفي موقع لسه طالع جديد اسمه نفذ لي، تمام. دي كلها مواقع عربية، وعادي يتكلم جدا باللغة العربية كمان، ما فيهاش حجز ميتنج، كلها شات بس. فالمواقع الأجنبية أبورك وفريلانسر دوت كوم، وعندك فايفر. المواقع العربية خمسات، مستقل، نفذ لي. لو انت عاوز تدخل، هتدخل تسجل فيهم عادي جدا بالإيميل، هتملى بيانات وانتهى الموضوع. وهتبدأ بقى تحط البورتفوليو بتاعك برضو، هتعمل نبذة كده عنك، انا مثلا فلان الفلاني، مصمم جرافيك، خبرة معرفش كام سنة، الحاجات دي كلها. ولو انت عاوز تتعمق اكتر في المواقع ديت، في ناس كتير قوي عاملة كورسات في شرح موقع واحد بس. يعني كل المواقع ديت اي واحد فيهم ليه شرح كورس. فانت معلش لو انت هتدخل على كده، فمعلش لو انت هتدخل عشان تشتغل على المواقع ديت، تتعب شوية وتتفرج لك على كورس من الكورسات ديت عشان تتقن الموقع ده وتعرف انك تتعامل معاه. الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل، الموضوع محتاج منك تعب في الاول عشان تلاقي نتيجة. فاضل معانا بقى اخر حاجة، وبصراحة يعني مش عاوز اشرحها بشكل معمق شوية لان هي مش مهمة قوي، وهي عن طريق الدايرة اللي حواليك. يعني مثلا انا واحد مصمم جرافيك، تمام، او جرافيك ديزاينر. بالمصطلحات يعني بتختلف، في ناس بتحب كده وناس بتحب كده، ما علينا. اروح اقول لصاحبي والله انا ديزاينر وبعمل كذا كذا كذا، وده شغلي، لو في قدامك حد محتاجه بقول لي. وده هيقول لي ده، وده هيقول لي ده، وده ما اعرفش ايه، وانت هتقول لي ده، وده هيقول لي ما اعرفش مين، تمام. فاهمني؟ في ناس يعني هتحرج تعمل كده، فانا ما بفضلش الطريقه ديت. يعني لو جالك منها شغل هيبقى بسيط يعني. بس لو انت مبتدئ انصحك، لو انت مبتدئ ولسه داخل وبادئ، انصحك بالطريقه ديت، لان هيجيلك فيها يعني، اكيد هيجيلك منها شغل، بس هيبقى دخل مادي بسيط جدا جدا، بس هيبقى دافع ليك ده لو انت مبتدئ. ولو انت عاوز تحجز معاه استشارة بمبلغ بسيط، يعني مبلغ رمزي عشان بس انت تلتزم، يعني دي حاجة دافع فيها فلوس، فأكيد لازم غصب عني هلتزم فيها، تمام. لكن لو مجاني ممكن تسمع المعلومة من هنا وتطلعها من الناحية التانية، إنما لو أنت دافع فيها فلوس غصب عنك هتلتزم، تمام. فده كله والله لمصلحتك يعني. لو انت عاوز تحجز معاه استشارة وتسأل عن اي حاجة، هات اللي في نفسك، عاوز تسأل على اي حاجة هجاوبك ان شاء الله. بس انت بس قبليها وبدخل كلمني على الانستجرام، تمام. و... وبس ربنا معاكم ومعايا ومع كل الناس. وبس كده لغاية هنا، عشان بصراحة في حاجات كتير أوي عندي وبذاكر كيمياء بصراحة، تمام تمام، كيمياء، والدنيا معايا خربانة. وامتحاناتي في ثالثة ثانوي بعد أقل من شهر، وعندي كتب قد كده هناك اهوت. فأسأل الله أن يعينني ويعينكم ويهديني ويهديكم. وفي قناة هعملها إن شاء الله، ممكن أبدأ أصلا بعد الفيديو ده على طول، هقفل خلاص الكاميرا، هبدأ أصور إن شاء الله فيديو على القناة التانية هتكلم فيها عن أمور الدين والدنيا، وأهتم أكتر بأمور الدين. وأسأل الله السداد والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.